الله وبركاته. الموضوع تاع اليوم هو ما هو الحل المضمون 100% لعلاج الحروق. كما راكم عارفين كلنا معرضين للحروق خصوصا احنا النساء في المطبخ، حتى ولو كان الحرق خفيف وانا واحدة منهم، لكنه للأسف كنا نعالجها بطرق او حلول خاطئة. مثلا كنا نستعمل ماء بارد او ثلج، او كذلك نستعمل معجون الاسنان، وهذه يعني الصراحة كلها حلول خاطئة وليس لها اي مفعول او حتى نتيجة، واكيد راح توافقوني في هذا الرأي، خصوصا بعد ما تستعملوا الحل او العلاج اللي راح نقول لكم عليه اليوم، واللي اكيد نسبة كبيرة من الناس ما تعرفوش. وكذلك ممكن نسبة كبيرة راح تقولي لا مستحيل ما نقدرش نعمله او نعمل هذا الشيء، وانا كنت واحدة منهم. الصراحة اول مرة كلموني عليه او كلمتني اختي عليه وقالت لي هذا مضمون وعنده نتيجة مذهلة ومباشرة تشوفي يعني الفرق. يعني قلت لها مستحيل نعملها، ولكن في يوم من الأيام كنت نحضر القهوة العربية، ولما نقول القهوة العربية يعني اللي تطيب على النار أو على الجمر، تخيلوها بعد ما كانت تجمر على النار أكثر من ساعة، ولما جيت نحيها ولا ننزعها من فوق النار بغلطة بسيطة ساحت على يدي، والمشكل مش يد واحدة، الاثنين. وهنا ما فقت بروحي حتى لقيت نفسي رايحة للحمام مباشرة باش نجرب الحل اللي قالت لي عليه اختي اكيد. والحين أنا عارفة راح تقولوا لي ولا راكم حابين تعرفوا شو هو هذا الحل. نعم، هو شيء موجود في جسمنا أو في ذاتنا، وسبحان الله في خلقه. يعني ذاتك يداوي ذاتك، وهذا المثل يعني نأمن به لأنه صحيح وينطبق على العلاج تاع اليوم. علاش؟ لأنه هو الحل أو العلاج وهو البول. نعم وهو البول، لكن لازم بعد الحرق مباشرة تروحي إلى الحمام وتحطي البول على الحرق أو على الجلد لمدة 2 3 حتى 4 دقائق، وراح تحسي أكيد بألم وبحرارة، لكن لازم تتحملي، لأن راح تشوفي كل البخار اللي دخلك في يدك عن أثر الحرق راح تشوفي يخرج من الجلد ديالك، وهو يكون يعني البول بيساعد هذا الشيء، يعني يخرج لك اي شيء يدخلك في الجلد تاعك، هو اللي راح يخرج ديك الحراره والبخار من الجلد ديالك. ومن بعد يعني بعد هذيك المده يعني كما قلنا 2 3 حتى 4 دقائق روحي غسلي بيدك عادي بماء ومسحوق عادي بدون اي مشكل، وتستني لمده 5 أو 10 دقائق. سبحان الله سبحان الله راح تتفاجئي بالنتيجة، لا ألم ولا أثر للحريق أو الجلد، والجلد ديالك راح يرجع طبيعي وكأنه لم يصير شيء. يعني لا بوك ديالك ولا الجلد ديالك يرجع زي ما كان في الضربة الأولى، يعني طبيعي وكأنه ما صار له شيء. يعني تقولي سبحان الله، يعني سبحان الله. أنا أول مرة شفت هذا الشيء يعني صراحة استغربت، حتى جوزي لما قلت له أول مرة كان ضد هذه الفكرة وقال لي ما كاش منها، لكن لما صار لي هذا الشيء وكان حاضر يعني قال لي سبحان الله سبحان الله. لو كان ما شفتش يعني بعيني ما نأمنش بلي هذا الشيء كاين منه. وعلى هذه يعني أنا صراحة نتمنى يعني من كل قلبي يعني هذا الفيديو توسعوا، يعني توزعوه ولا تنشروه هكذا باش تعم الفائدة، وباش يعني بعد الشر اللي يصيب اي حرق يعني نقول له استعمل هذه التجربة، وراح يعني تتأكد منها بأنها مضمونة 100% بدون منازع. والحين باش ما نطولش عليكم الفيديو ما يجيش طويل، وانا نحكي دوناتور نحكي بزاف ترى بنحاول ما نحكيش بزاف اليوم. نقول لكم نخليكم في امان الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي. ونسيت حاجه قبل ما نختم الفيديو، كاين بزاف اللي راح يسقسوني يقولي لازم يكون البول بتاع يعني ذاتك ولا البول تاع الغير. انا نقول لهم يعني انا مستعملنا البول ذاتي، يعني انا وحده عن تجربتي الخاصه والاقارب ديالي استعملنا البول بتاع الذات ديالنا، تاع الغير الله يعني ما عندي حتى فكره، ممكن لكن ما عندي حتى فكره. المهم كما قلنا تجربوه بالبول تاع الذات ديالكم. هذه هي الملاحظة فقط. الو باي باي.